بيان مجلس الأمة بشأن إساءة النائب عبد الحميد دشتي للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقتين. إيمانا منا بواجباتنا الوطنية ومسؤولياتنا الدستورية، نؤكد على أن مجلس الأمة يرفض ويدين بشكل تام وشديد أي تصريحات أو ممارسات أو سياسات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تمس أو تسيء أو تهدد سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك الموجهة للمملكة العربية السعودية الشقيقة. ويؤكد المجلس رفضه للتصريحات التي أطلقها النائب عبد الحميد دشتي في أكثر من موقف، والتي تتقاطع مع مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها الرسمية والشعبية. فالمملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى للكويت، وعمقنا الاستراتيجي والحصن الحصين للكويت من بعد الله سبحانه وتعالى ضد الأخطار التي تتربص بالكويت من أعدائها. كما يشترك البلدان بأواصر من المودة والمحبة والمصير المشترك والعلاقات المتجذرة منذ القدم، حيث نرتبط معهم بأكثر من رابط متين أخوي وقوي، كما ترتبط القيادتين بروابط وثيقة أخوية. لذلك نؤكد رفضنا للتعرض للمملكة العربية السعودية وأمنها وسيادتها، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها السعودية في الداخل والخارج، وتعرضها لموجة من الهجمات الإرهابية وجماعات الفكر الضال المتكرر، حيث إن حتى بلد الكويت التي ينتمي لها ويفترض أن يدين لها بالولاء لم تسلم منه ومن إساءاته. ويشدد مجلس الأمة في هذا السياق على ضرورة صون الوحدة الوطنية كصمام أمان لوطننا الكويت في ظل المتغيرات والتحولات الجارية. كما يشدد على أن حفظ النسيج الاجتماعي ورص الصفوف هو استحقاق مقدس وواجب وطني، وإن العبث بالأمن الوطني هو خط أحمر لن يسمح لأي من كان بتجاوزه أو تخطيه. وباعتزاز نستذكر ما قام به الأخ رئيس مجلس الأمة من موقف تلقائي ومبدئي شجاع منسجم مع التوجه الرسمي والشعبي للدولة، واعتراضه على ما جاء في كلمة رئيس مجلس الشورى الإيراني فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية أثناء مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، موضحاً أنه إذا كان الوفد السعودي غير موجود في المؤتمر وإنه شخصياً والوفد الكويتي يمثلون السعودية. وعليه يطالب المجلس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة تجاه مثل هذه الإساءات، ووضع حد نهائي لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، مع موافاة المجلس بكافة الخطوات والإجراءات والتطورات في هذا الشأن والتي